دوباره صلاة بنراني از خوشويست. يا سماحة السيد، يعني الجواب على السؤال قبل الفاصلة، فلماذا أن الناس في الغرب ترجع إلى الإسلام؟ يعني ونشاهد الآلاف من الغربيين يقتنعون الإسلام ويقولون بأن الإسلام جاءت بالأحكام أفضل، ونحن نشاهد على القنوات مثلا الكثيرة للدول الإسلامية، يعني نشوف مثلا يحدث واحد مثلا الغربي ليس عرب وليس مثلا كرد وليس الإسلام من قبل، يعني هل هذا يعني ليس الدليل يعني أو يدل على أن الإسلام جاءت بحقوق أفضل من اللائحات البشرية؟ ربما يعني كل دين عنده مميزات وامتيازات على الدين الآخر. وتعلمون أن الغرب لمدة مديدة الغالبية تركت المسيحية. كانت المسيحية هي الفكر الكنسي، وكانت متضارب مع الحريات ومع الفكر الجديد ومع كثير من الأمور. فبدأ الإنسان الغربي يشعر بالخواء. هذا الخواء لا يسده إلا الإيمان والدين. يعني إنسان بلا دين بلا إيمان يشعر أنه حياته حياة عبثية وحياة حيوانية. فيمكن الكثير المعروف أنه هذا القرن 21 قرن الرجوع للإيمان. حتى كثير من الغربيين الآن الغالبية اللي يقولون بدهم يتوجهون للبوذية، لأن فيها راحة نفسية، فيها تجربة روحية، تجربة دينية. هذه كثير من الغربيين أيضا وجدوا في الإسلام، يعني قلنا من امتيازات الإسلام عبادات أكثر. يعني المسيحية فيها بالأسبوع مرة يروح للكنيسة ويسمع الواعظة، أما الإسلام يوميا عنده استلهام من الله، عنده اتصال مع الغيب. هذا يشبع معنوية الإنسان، هذا يرضي جوع الغربيين. إذا قلنا طبعا مع عدم وجود محفزات أخرى ومثيرات أخرى، لأنه الغالبية يمكن على أموال مثلا ينطوا، مثلا يجي يمكن ينطي $100 يجي للقناة الإسلامية يقول أنا مسلم، كثير منهم لكنه يعني ليس بهذا الشخص، يعني اكو اشخاص مثلا علماء لا تحتاجون. احسنت. على حسن نية، يعني هذه اذا فرضنا الحسن نية، هذه طبعا من امتيازات الاسلام. لا يعني ان الاديان الاخرى ما فيها امتيازات. الان الحداثة فتحت خيارات متعددة. يعني الانسان الان المسلم يجد امامه في قنوات متعددة للمعرفة واديان متعددة كلها الان. فرق في السابق، كان معزول، كان في قرية أو في معزول. لا أصلا الشيعي لا يعرف عن السني شيء، ولا يعرف عن الصابي، ولا يعرف عن المسيحي شيء. يموت يلد ويموت، ولكنه في ثقافة مغلقة. الآن فتحت الثقافات، فالأبواب الخيارات مفتوحة. فالكثير بالمقابل من المسلمين يصيرون مسيحيين، كثير من المسلمين يصيرون علمانيين، يتركون أصلا يصيرون ملحدين. هذا لازم تأخذه من نظرية عبارة أنه ليش لازم نسأل لماذا الكثير بل الملايين من المسلمين خصوصا المثقفين طبقة الجامعات صاروا لا دينيين. رفضوا لأنه شافوا هذا الإرهاب، هذا الدين يولد الإرهاب. فنحن نقول هذا الدين على الرؤية القديمة، التمسك بالنصوص يولد الإرهاب بدون استخدام العقل والنظر الواقع. لكن هذا ليس يعني أصل الدين. الإرهاب ليس أصل الدين. يعني هناك مثلا الآيات القرآنية يعني يدل على ذلك أن يعني في الإسلام أو في القرآن الكريم حرية، يعني ليست يعني إجباري. مثلا لا إكراه في الدين، أو ومن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن. يعني مثلا هناك آيات أخرى هم يعني الدين ليست إجباري، ولكم دينكم ولي الدين مثلا. أحسنت.
أساس الدين لا يقبل الإكراه ولا يقبل الجبر. أساس الدين كالدين الواقعي، الدين الجوهر، الدين يعني الإيمان القلبي لا يقبل إكراه. إذن هذه الموجود في الأحكام الشرعية والفقه أنه من بدل دينه فاقتلوه، والتمييز على أساس الدين، أنه هذه الأمور إذن قضايا سياسية، قضايا مرتبطة بظروف معينة. صار أنه الدين إكراه، يعني من حروب الردة صار أصدر الخليفة الأول حكم بقتال المرتدين، فمشت إلى يومنا هذا الفقهاء يقولون أنه يجب قتل المرتد. إذن هذا حكم سياسي لا يرتبط بجوهر الدين. صحيح القرآن يؤكد أن جوهر الدين لا يقبل إكراه، وهذا نحن نقول به، والحداثة تقول به. الحداثة أيضا تؤيد، الحداثة لا تريد إلغاء الأديان، بل بالعكس تريد إبقاء الأديان، لكن الحفاظ على حقوق الإنسان. الإنسان حريته يختار الدين. الآن الموجود في الفقه يقولون من حق الشخص يعني أن يقتل شخص، أو أن يجبر شخص، أن حق الأب أن يجبر ويفرض الدين المعتقد على ابنه وعلى زوجته. هذا المرفوض في حقوق الإنسان. ولا حقوق الإنسان والحداثة لا ترفض أساس الأديان، تفتح المجال للتدين ولكنه مع الحرية. الآن الإنسان المعاصر يريد دين مع حرية، يرفض الدين المجبر عليه. أصلا أساسا أخلاقيا الدين المجبر عليه ما له قيمة. يعني الله ما يريد أنه إنسان يطيعه ويعبده وهو مجبر، ما له قيمة هذا الإجبار. الإنسان هو جوهر الإنسان هو الحرية. الحداثة تقول يا جماعة يا رجال الدين ابقوا دينكم، بلغوا دينكم، لكنه اضمن الحريات الناس. الإنسان زوجته مثلا مسيحية ما له حق يجبرها على الإسلام، ويقول إذا إلا تصير مسلمة أو أطلقك أو ما أعطيك نفقة أو أهجرك. هذه الحقوق الإنسان تأكد عليها. أنت بلغ ابنك مع آليات الإقناع والعقلانية، ليس مع آليات الجبر والإغراء والإكراه. يمكن في زمان صدر الإسلام كان العرب ذاك الزمان عقلانية أسطورية، فلهذا كان إغراء أنه الجنة والتخويف من النار موجود حتى في القرآن. أما الآن الإنسان المعاصر ما يكفي أقول أنت تؤمن لك الجنة، لأن الأديان الأخرى أيضا تقول تصير مسيحي أعطيك جنة، اليهودية أيضا تقول. فإذا يجب أن نغير الخطاب الدين القديم أصبح غير نافع. ما تجي تقول دكتور أو أستاذ جامعة أنت تصير سني وأعطيك الجنة، إذا ما تصير سني لك النار. وهكذا الشيخ الشيعي يقول أنت تصير موالي أهل البيت أنت لك الجنة وشفاعة أهل البيت. الآن هذه اللغة لغة قديمة وفقط تصلح لعوام الناس. الإنسان مثقف، الإنسان الأستاذ جامعة ما يؤمن بأنه يريد دين الآن يوفر له حياة معنوية أفضل. هذه الآن الإنسان المعاصر يقول أنت تريد مثلا تبلغ للإسلام في الغرب، لا تقول أنه أنتم تصيروا مسلمين وأعطيكم الجنة. يعني الغربي الإنسان المعاصر ما يتعامل بالغيبيات، يقول إذا أصير مسلم هل هذا الإسلام يحل مشاكلي؟ عندي مشاكل أزمات نفسية، عندي شعور بالغربة، استغراب، عندي انفصام في الشخصية. أنا إذا أصير مسلم هل تنحل مشاكلي هذني؟ إحنا لازم نبلغ للإسلام والدين بالنمط الجديد بالآيات الجديدة. يعني لازم نثبت للناس حتى الغربيين أيضا محتاجين للدين للمعنويات. يجب أن خطابنا يختلف، خطابنا يصير أنه الآن نستخرج من النصوص المواد التي تنفع لتكريس المعنويات في الإنسان. لكن في الدين وخصوصا مثلا الإسلام هناك اجتهاد، يعني ليس الأبواب كلها مغلقة. يعني يمكن أن يغير الخطاب والحكم في أحكام المتغيرة. هناك أحكام يعني يمكن ثوابت ولكن هناك أبواب أخرى فمثلا يعني المذاهب أو الفقه، يعني
فهذا يدل على أن في الدين الإسلامي أكو حريات وخطاب جديد حسب الظروف مثلا. يتغير، أحسنت، حسب الظروف. هذه مثلا من امتيازات الإسلام على المسيحية. المسيحية يعني كل ما تقوله الكنيسة هو من الله ولا يمكن أن يتغير. أما في الاجتهاد في الإسلام مفتوح صحيح، لكن فرق. يعني الاجتهاد في الإسلام عند السنة فقط توقف على الأئمة الأربعة، عند الشيعة توقف على 12 إمام. فإذا كلا السنة والشيعة الآن مقلدين، أنا ما عندنا اجتهاد بالمعنى الحقيقي. كل السني أو الشيعي، الفقيه السني أو الشيعي يراجع الروايات ويراجع فتاوى الأئمة الأربعة، توقف الاجتهاد عندهم. الآن في عند الشيعة أيضا هم يتصورون أنه باب الاجتهاد مفتوح ويقولون أن باب الاجتهاد مفتوح، لكنه يلتزمون بالنصوص من الأئمة. أيضا هذه إغلاق باب النص. هذه من ناحية. من ناحية أخرى الاجتهاد كما قلت أنه ليس فقط في فهمنا للنصوص، يجب أن نفهم النص ويجب أن نفهم الواقع ونطبق هذا النص على الواقع. الواقع أيضا مهم في يعني تفسير آخر للنصوص، رؤية أخرى، تفسير آخر ما بها شيء. الآن النص الديني مطاطي، يعني هو من مميزات النص الديني ومن امتيازات القرآن أنه يحتمل تفسير متعددة، مو جامد. إذا قلنا أنه رؤية واحدة تفسير واحد يعني الجمود. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليست تفسير للآيات القرآنية، فهذا يعني يمكن أن يفسر ذلك أو مرة أخرى للنصوص القرآنية. هذا قصدك يعني؟ اي صحيح. شوف، في الرؤية في زمان النبي أو زمان الخلفاء الراشدين كانت النصوص متطابقة مع ثقافة ذاك الزمان، مع لغتهم، يعني كانوا يعيشون هاي نفس الأحكام كانوا هم يعيشوها. يعني كان الغزو عندهم طبيعي، فجاء الإسلام بالجهاد كان يتوافق مع حالة الغزو لكنه عدلها ودوافع دينية، استبدل الدوافع المادية وكذا بدوافع دينية. بس كل الغزو والجهاد كان موجود. هاي الظاهرة، أو ظاهرة العبيد مثلا أو الجواري، يعني تهجم على قبيلة مثلا كافرة أو تقتل رجالها وتسبي نسائها، هذا وتقتل الأسرى، هذه كانت موجودة يعني طبيعي. كان الإسلام هذا ما يحتاج تفسير، القرآن ما يحتاج تفسير، كان واضح. أما الآن بعد ابتعدنا عن عصر النص، فأفق التاريخي للنص اختلف عن أفق المتلقي الآن. الآن الثقافة اختلفت عن ذاك الزمان، فإلى هذا نحتاج إلى تفسير. نحتاج ليس فقط تفسير النص ماذا يعني النص، لا، تفسير النص ماذا يعني النص وتطبيق النص على الأفق التاريخي الآن اللي نعيش به. فما يمكن أنه نصدر أحكام ما تنطابق مع هذا الموجود. في عصر صدر الإسلام كان الإسلام متطابق مع لغتهم، مع عقلانيتهم، مع وضعهم وثقافتهم الاجتماعية. ولهذا نجح النبي في تشكيل الدولة وفي هداية الآلاف من العرب الجاهليين للإسلام، لأنه كان موافق مع عقلانية ذاك الزمان. الآن الأفق التاريخي، يعني ذاك الزمان كان يتطابق الأفق التاريخي للنص مع الأفق التاريخي للمتلقي، أما الآن اختلف. لكن في كثير من الروايات الصحيحة يعني في تاريخ الإسلام يعني الناس يعترضون الخليفة يعني كحاكم، وهذا يعني الحرية النقد في الإسلام يعني سبق الغرب في الحقوق الإنسان والحريات السياسة. يعني الشخص يعني يقدر أن ينقد الحاكم كخليفة مثلا خلفاء الإسلام يعني. فهذا يدل على أن في الإسلام أكو حريات سياسية وحريات النقد يعني في الإسلام موجود. بالضبط. حتى في زمان بني أمية مثلا الوليد أو هشام بن الحكم أو هشام بن عبد الملك، صار استبداد، صار إلغاء
النقد الحاكم في بداية الإسلام واقعا كان مجتمع أشبه بالديمقراطيات الجديدة، يعني في حرية، في حتى المسلمين كانوا ينتقدون الخليفة الأول والثاني والثالث أيضا بشدة على مثلا كانوا بطانة الخليفة الثالث من الأمويين يعني والولاة كانوا ينتقدون، يجون من مصر ومن الكوفة والبصرة ينتقدون الخليفة بكل حرية. هذه أقول أنه من امتيازات الإسلام في صدر الإسلام على الأديان الأخرى والمجتمعات الأخرى. كانت تعيش استبداد، الإمبراطور أو كسرى يقول شيء يعني حكم فردي، هذه من امتيازات. لكنه بعدين بعد ذلك يعني عصر الأموي العباسي يعني صارت ملك، من خلافة انتقلت إلى ملك وصار استبداد وثورات هذه كلها نقول ليس من الدين يعني هذا الاستبداد. لكن نقول أنه مع وجود هذه الحرية السياسية في ذاك الزمان تعتبر أرقى نوع في ذاك الزمان، هل يصح أن نكتفي بهذا؟ الآن الحقوق السياسية والحريات السياسية في الغرب أفضل وأعلى مستوى من هذا الفقه، أنه فقط الإنسان له حق ينتقد الخليفة، أما ما له حق يغيره وما له حق أنه يثور عليه، كما في الفقه السني أنه ذولاك أولي الأمر. وحكم فردي يعني الناس ما يشاركون في الانتخابات، يعني أولي الحل والعقد يعني جماعة مثل 10 نفرات رؤساء القبائل هم يختارون الخليفة على مبدأ الشورى. هذه الآن أفضل أنه كل الشعب هو يختار، المرأة والرجل. مثلا اللي اختاروا الخليفة الثالث أو حتى الإمام علي اللي اختاروا فقط جماعة في المدينة فقط من الرجال، النساء ما اشتركوا. أما الآن أفضل أنه النساء والرجال وكل طبقات المجتمع تشترك. لكن الإسلام أيضا يعني يؤيد الحقوق المواطنة. فمثلا يعني على سبيل المثال مثلا يقول الإمام علي رضي الله عنه: الناس صنفان، إما أفلك أو نظير لك في الخلق. يعني هل في الإسلام حقوق المواطنة في العصر الحديث يعني ليس موجود؟ يعني هو لا يدل على أن وجود حقوق يعني أفضل أو وأمرهم شورى بينهم، يعني وأمرهم شورى بينهم، يعني هذا هم يدل على الديمقراطية، يعني ليس حكم استبدادي أو اختيار مثلا بعض أشخاص أو أقرباء الشخص مثلا واحد. صحيح. في التنظير العقائد الإسلام الاجتماعي بس بالاختصار هذا أمر شورى بينهم، أو قول الإمام علي: إما أخذ لك في الدين أو نظر لك في الخلق. نحن لا نناقش هذه كلها كلمات راقية وجدا مهمة، في يعني أفضل بكثير من الحكم الاستبدادي. لكن نقول أنه الآن تطورت الأمور، يعني ما يمكن أن اقتصار على هذا التطور، يعني أنه جاء الفقه والأحكام كانت صالحة وجيدة وعظيمة في ذلك الزمان، نقول هذه نقتصر عليها إلى يوم القيامة. القرآن أيضا يقول من علامات المؤمن أنه فيبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني المؤمن، علامات المؤمن أنه يسمع قول حسن ويبحث عن قول أحسن ويختار القول الأحسن. الآن نحن نرى نرى أن هذه الأحكام حقوق الإنسان الجديدة شاملة وأفضل من الحقوق الفقه، ليس أفضل من الإسلام. دول المشايخ يريدون يواجهون بين الحقوق الإنسان والإسلام، لا، الخطأ هذا خطأ. الإسلام كدين لا يتناقض مع حقوق الإنسان، بل أنا أعتقد أن الإسلام يفرض الالتزام بحقوق الإنسان الجديدة، لأن الإسلام يجب أن يتطور، يجب أن يواكب الحياة، ليس يقتصر على حياة بدائية. في زمان النبي كان حياة بدائية وقبائل، ما كان هالتطور. المجتمع المدني وين والمجتمع القبلي وين؟
فإذا أحكام ونظريات كانت صالحة المجتمع قبلي مو معناته أنه الآن ولا يوم القيامة. فإذا إذا أردنا الاحتفاظ بالإسلام، حيوية الإسلام وحركة الإسلام وانسجام الإسلام مع كافة المجتمعات، يجب أن نقول أن بتغيير الأحكام ليس تغيير الدين. يعني الجماعة المشايخ يقولون هذه ضد الإسلام وهم يتحدثون عن الإسلام، لا، هم يتحدثون أحكام فقهية. أنا أيضا مسلم ورجل دين مسلم، وأؤكد على أن الإسلام بالرأي اللي أنا أراها أفضل وأبلغ لهذا الدين، لكن ليس يعني أن الأحكام هي عين الدين. الأحكام يمكن تغييرها بما ينسجم مع الحياة. والسؤال الأخير، كيف ترى هذا البرنامج يعني بس بالاختصار؟ يعني كل برنامج فيه حوار، فيه عقلانية، مثل برنامجكم هذه يؤدي إلى أنه عقلانية الناس اللي نحن نحتاجها في هذا العصر عقلانية تزداد، والدين أيضا تنزح عنا هذه الشوائب اللي تاريخية والأحكام والتفاسير، يظهر أن الدين بشكل ناصع، ومنها خلال الحوار. يعني حتى عندنا الإمام علي يقول أن إذا تريد، يقول اضرب الرأي بالرأي تنتج الحقيقة. يعني ما يمكن أن نختصر أنه العلماء الإسلام ايش قالوا، لا، يجب أن ننضم إلى علماء الآخرين ايش قالوا. من هذا حتى مثل تركي موجود، أنه إذا تلاقت سحب الآراء تمطر المعرفة. أشكرك ونرحبك بك في برنامجنا. مشكور. يعني برز خوش شویست لێرە داهاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەم جارەمان تا ئەڵقەیەشتر هەر شاد و سەرکەوتوو بن.